هلو هلو، انا بوسي طه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقدم لكم سلطه بتتقدم في المطاعم بطريقه سهله جدا وبسيطه. انا عن نفسي ما بقدرش استغنى عنها، بعملها جنب المشويات، كمان جنب الأكل عموما بيبقى طعمها حلو جدا ولذيذ. كمان ممكن تعملوها لوحدها وتاكلوها كده بالمعلقة أو بالعيش زي ما انتوا حابين. النهاردة هعمل معاكم سلطة البابا غنوج بالحمص والطحينة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. صدقوني لو عملتوها مرة هتبقوا عايزين تعملوها كل يوم. كمان ينفع ان انتوا تعملوها في الدايت، بس هتقللوا الكمية بتاعة الزيت، هتطلع معاكم خطيرة. تابعوا الفيديو وشوفوا الطريقة. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا هنا 2 بتنجان حجم كبير زي ما انتوا شايفين، وزنهم كان 1.5 كيلو. كمان معايا رصين من الثوم، معايا فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر حار وفلفل رومي، والسبايسي هنا بجد بيديها طعم حلو قوي. وكمان معايا 2 راس من الثوم. هدخل كل ده الفرن مع بعضه لمدة ساعة يتشووا كده براحتهم على نار متوسطة. بيطلعوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما البتنجان يطلع معايا من الفرن بدخله على طول كده في كيس عشان يطرى معايا ويتقشر بكل سهولة. تاني حاجة معايا هنا الحمص، طريقته سهلة جدا. نقعته في نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وغسلته مية سخنة على النار، فيها طماطمتين وجزراية وفصين من الثوم وواحد فلفل. بنزل بيه وبنزل كمان بشوية حلوين كده من الفلفل الأسود والكمون. بعد كده بنزل بالحمص، بيبقى بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيفضل على النار لمدة نص ساعة ويكون استوى معانا وجاهز. بعد كده بصفيه واسيبه يبرد تماما. والجزر معانا والطماطم باخده واستخدمه في باقي الوصفة. هنا بقى بعد ما قشرت البتنجان طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والزيت اللي بينزل من البتنجان ده بيكون مهم جدا معايا. وهنا خلاص بقى قشرت فصوص الثوم اللي استوت، ضفت عليها ربع معلقة صغيرة من البصل البودر، رشة خفيفة من ثوم البودر، ربع معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان معلقتين كبار من الزيت. بقلبهم كده بقى مع بعض كويس جدا. اوريدي أصلا الثوم بيبقى مستوي، بقلبه بقى كويس جدا كده وادمجه قوي مع البهارات. بيبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التركة بتاع ان احنا بنسوي الثوم في الفرن ده بتنقل بجد البتنجان في حتة تانية خالص. ضفت معلقة بقى من الثوم على الطحينة، وكمان نزلت عليهم بكوباية كبيرة من الزبادي. كمية الطحينة اللي انتوا بتحبوها ضيفوها. انا هنا ضفت على البتنجان اللي معايا كوباية الا ربع من الطحينة. زي ما انتوا حابين اشتغلوا، حابين تشتغلوا بنص كوباية، حابين تشتغلوا بكوباية. الطحينة دي بترجع لكم انتوا. بعد ما اتأكدت ان الزبادي والثوم اندمجوا كويس جدا مع الطحينة، ببدأ بقى ان انا اضيف مية بالتدريج. والمية بتاعتي بتكون فترة مية عادية خالص، بضيفها كده شوية بشوية لحد ما احس ان القوام بتاع الطحينة بتاعي بقى مظبوط. ما بضيفش كمية المية كلها مرة واحدة عشان انا مش عايزة الطحينة بتاعتي تكون خفيفة، انا عايزاها تكون القوام بتاعها كده متماسك شوية. واول ما بضيف الطحينة بقلب بقى كويس جدا كده عشان خاطر ما يكونش فيها اي كتل تماما، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه. كده بقى معايا الطحينة جاهزة، وكمان الخلطة بتاعت الثوم والبتنجان قشرناه، ومعايا الفلفل والشطة والجزر اللي احنا طلعناه من مية السلق بتاع الحمص. في الكبة بقى بنزل اول حاجة بالبتنجان بتاعي، وكمان بنزل بالزيت اللي نزل من البتنجان، وهضيف كمان الثوم، وهسيب بس نص معلقة صغيرة وهقول لكم هنستخدمها في ايه في الاخر. بنزل بقى بالفلفل وكل المكونات اللي معايا بالطريقة دي واضربهم كده في الكبة لمدة دقيقتين لحد ما ينعموا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. تاني خطوة بقى بعد ما نعموا معايا تماما، ببدأ انزل بقى بكل كمية الطحينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وازود ملح بقى، ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من الحمص المسلوق. ضربت كل ده مع بعضه. ده كان شكل الخليط كده معايا.
عايزة اقول لكم بجد ريحتها كانت قلبة البيت وطعمها بجد خطير زي اللي بنجيبها في المطاعم بالظبط، واحلى كمان حاجة انتوا اللي عاملينها كده في البيت ومضمونة. ممكن تقدموها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بدون اضافة الحمص، وبرده بيكون طعمها حلو جدا وغنية. لما كل الخضروات مهما اكلتوا منها هتحسوا بجد ان انتوا مش شبعانين منها وعايزين تاكلوا منها تاني. هنا بقى طاسة سخنة على النار فيها شوية حلوين كده من الزيت، وكمية الزيت زي ما انتوا حابين، ممكن تقللوها او ممكن تكتروها زي ما انتوا حابين. انا ضفت نص معلقة من الثوم اللي احنا كنا سايبينه، ومعاهم معلقة كبيرة من الشطة، ونزلت بقى بالحمص المسلوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اغلف الحمص بقى بالزيت كده كويس جدا مع الثوم، بشوحهم كده بقى على النار لمدة دقيقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبجد الحمص بيكون طعمه حلو جدا مع السلطة. اول ما الحمص بيتغلف بقدمه بقى مع البتنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم بجد شكله وطعمه بيكون خطير. جربوا الطريقة دي على ضمانتي، وانا متأكدة ان انتوا هتدعولي بعد الطريقة دي، وكمان مبتاخدش منكم وقت خالص. وباقي الكمية ممكن تحفظوها في التلاجة في علبة كده مغلقة الحجم، وتقفلوها وتسيبوها في التلاجة مش هيحصل لها اي حاجة. انا قدمته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قولولي رأيكم بقى في الكومنتات. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.